يا صباحكم فل وعنب ومهلبيه بالمكسرات ان شاء الله. حبايبي واخواتي الغاليين عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وبالف هنا وبالف صحه. خراشي بموت فيكم، خراشي بعشقكم، ايه الجمال ده يا ولاد. استنوا بس كده نشرب حبه ميه عشان نبلع. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة ربنا أنا كنت بشرب الأول زي الجردل كده، زي البهيم. بس من ساعة ما حبايبي شافوني بشرب كل مرة ما ببقى جاية من السوق وحرنا وكده، لا يا أم زاد ما ينفعش تشربي المية كده مرة واحدة، لازم تشربيها على 3 مرات. والله من ساعتها ساعات بنسى بصراحة واشرب كده زي الجردل مرة واحدة وساعات اما افتكر بقى اشرب على 3 مرات زي ما انتوا قلتوا. ماما هي قالت جو حلو مش باقي. مظبوط كده. طب ما حلو والله، تعالي كده اما اشوفه. حلو اهو، حلو. ممكن كان عاوز غرزة كمان. لا ده واللي هو كده مظبوط عشان تعرفي تقعدي، وعشان لو كلت وكرشك انتلي، آه. عشان لما الكرش يكبر ساعة الاكل. لا كده حلو والله، كده مريح. ماشي. انا خدت بقى وفرت عليك فلوس اهو يا اختي. وفرت عليا فلوس، مش طول عمركم بتوفروا عليا صراحة والله. يا رب والنبي ما تخليش اللي نور قايد عشان الدبان يقلب. ماشي خلصي وكده يعني. ماشي المهم، يا حول الله يا رب، انا مش عارفه ليه كل لما اجي اتكلم بصوتي الاقي حد بينادي على حد ميت، البلد كلها عماله تفلسع. يخلصوا الناديه وارجع لكم تاني. بصوا بقى، في حاجه كده حابه ان انا اقول لكم عليها. في واحده بتقول لي ايه وانت يا اختي كل شويه طالعه بالمخلل بتاعك بالمخلل بتاعك، ومحدش بيعرف يعمل مخلل زيك. اتوكسي اتوكسي يا موكوسه بوكسه فيها كل الوكسات. حد فيهم حاجه؟ لا والله ولا انا. سامعين يا ولاد؟ سامعين القرمشه؟ يا عيني. عايزه اقول لكم ان انا اقسم بالله جنابي بدا يتكون فيها ملح قد كده اهو جنابي هتفرقع من كتر المخلل اللي انا باكله. عايزه اقول لكم ببقى قاعده كده اطلع كام خيرايه على كام حته لفتايه واقعد اكل فيهم حاف كده، جميل، طعمه جميل ويشدك ويجذبك كده ان انت تاكليه كانك بتاكلي طبق حلويات. بس المشكله بقى بيقعد بقى بيتعب المعده عندي وبيتعب القولون، وبصوا بيدمر لي الدنيا. المهم يعني انا طالعه بس ايه اغيظ الست اللي بتقول لي وانت يا اختي طالعه لنا بحبه المخلل طالعه بيه في السما يعني، ومحدش بيعرف محدش بيعرف يعمل محل غيرك، مخلل غيرك، محدش بيعرف مخلل غيرك. المهم يعني، المهم صاحيه من النوم النهارده مش عارفه اعمل واكل ايه بصراحه، فطار ايه. ليه بقى؟ انا مدمسه الفول وعندي الطعميه وعندي بطاطس وعندي جبنه قديمه وعندي خيار وعندي طماطم، يعني عندي ان انا اعمل سفره فطار قد كده اقسم بالله من غير ما اشتري حاجه من بره. بس المشكله في ايه؟ في العيش. طب ليه يا مزيل ما بتخبزيش عيش وقرص وتفرحينا وتشجعينا؟ عشان المخفي بتاع الانابيب اللي بيجي ملنا الانابيب ما جاش بقاله كتير، عماله اتصل عليه امبارح، اتصل ما ردش عليه. الظاهر بقى ربنا معاه عنده ظروف، تعبان حاجه مش عارفه، فعايزه اتصل بيه عشان يجيب لي انبوبه عشان عايز اخبز، عشان ما عنديش ولا لقمه عيش في البيت. ماشي، فاللهم صل على النبي. العيش اللي احنا بنجيبه يا جماعه كل 3 ايام، احنا عندنا هنا العيش بنجيبه كل 3 ايام، فبنجيبه اللي بناكل منه ناكله ما بيباتش يعني، وبنقطعه للطيور. تمام كده، عشان احنا عندنا طيور فبنقطعه للطيور. طيب انا قلت بقى بذكائي وحنبليتي كده نفطر ايه يا بنتي يا ام الزوز؟ طب ما انت عندك مكرونه وعندك بطاطس، ليه ما تقوميش تحمري شويه مكرونه في السريع كده اهو وتحمري شويه بطاطس وتاكلي انتوا والعيال وتفطروا وتظبطوا نفسكم. وفعلا هعمل كده، اعمل شويه مكرونه وشويه بطاطس ونخش على الفيديو. وتعالوا بقى نطلع فوق للطيور بتاعتنا نطمن عليها ونحط لها الغدا بتاعها. هحط لهم الغدا واحنا لسه ما فطرناش اصلا، بس احنا لسه بدري يعني. هحط لهم الاكل بتاعهم، اللهم صل على النبي، واكل وننزل عند الفراخ. ما شاء الله اللهم بارك بقى يا جماعه، الفراخ خلاص بتاعتنا فاضل لها يومين 2 ويبقى شهر. بس ما شاء الله الحمد لله الفراخ كانت تعبت مني في الاول بس بدات انها تتحسن. وعايزه بقى احضر نفسي اليومين دول لان ان شاء الله كلها اسبوع زي ما اتفقت مع زوجي العزيز ان انا كلها اسبوع وهسافر. عايزه بقى راح اخد العيال اجازه من المدرسه، ماشي، وعايزه احضر الشنط اللي انا هحط فيها الحاجات بتاع العيال اللي ما عنديش شنط سفر. فعايزه اشوف بقى شنطه عند اختي ولا شنطه هنا ولا هنا، ولا اشوف عندي كان جوزي بيجيب بس ما اعرفش حاططهم فين.
ما في ايوه. خلاص هنبقى نشوفها ندور عليه. يارا بتقول لي في شنطه سفر هنا. ماشي، فهنشوف بقى شنط نرتبها واشوف الحاجه. وانا باذن الله تعالى كده كده الفراخ بتاعتي دي انا بذبح على 35 يوم. فانا الفراخ عمرها خلاص يعني بكره ولا بعده تتم الشهر. فان شاء الله باذن الله تعالى يعني اسبوع كده ولا حاجه كده ذبحه قبل ما اسافر بيوم، يعني قبل ما اسافر بيوم هروح ذبحه منهم كام واحده كده وحطهم في الفريزر برضو قبل ما اسافر عشان يلحقوا يجمدوا. احطهم في الفريزر يجمدهم عشان خاطر اخدهم معايا ونروح هناك. والله على قد ما انا اتفاجئت بالصدمه اللي جوزي صدمني بيها وقال لي تعالي ومش عارف ايه وكده، بس صراحه لما ساب ناخد فرصتي وساب نقعد اسبوع ارتب حالي واموري وكده رجعت فرحت تاني. قلت يا بنت روحي ما تزعلهوش برضو، يمكن محتاج لك هناك مثلا، عاوزك تروقي له تنضفي له اليومين اللي هو قاعد فيهم لوحده هناك مش عارفه ايه. يا بنت روحي برضو ايه ما تزعلهوش. فالمهم هرتب حالي بقى الاسبوع ده، اخد اجازه العيال من المدرسه، اشوف بقى فراخي اذبحها واجيب بقى احاول اجيب شكاره عليه اخليها هنا عشان حماتي تبقى تاكل منه. مش هينفع كل شويه تروحي المحل تجيب من الدكان تجيبه كده، فهجيب لها شكاره اخليها لها هنا الاكل اللي يكفيهم وانا مشينا يعني. وانا ان شاء الله مش هطول اسبوع 10 ايام على حسب الظروف هناك. تمام. واللهم صل على النبي. وهعمل ايه تاني واشوف بقى ورايا ايه هعمله واحضر اكل اخده معايا. يعني هعمل ان شاء الله برضك ممكن اعمل حله محشي الفاه. هو بيقول لي عندي شعله هناك وعندي حاجات هناك يعني ما تعمليش حاجه. قلت له لا، هعمل حله محشي من هنا بس هطيبها هناك. وهدس صينيه رز لان طبعا ما فيش ايه فرن ادس فيه رز هناك. هاخد هدس صينيه رز وهعمل حله محشي واذبح بقى كام فرخه كده وتاخدهم معايا. وعايز جبنه قديمه، عايزه اشتري له جبنه قديمه يعني اخلي اللي هنا في البيت عندي بناكل منها مش هاخد منها. هشتري كيلو ولا حاجه اخده معايا لان هو بيحب الجبنه القديمه بقطعها طماطم يفطر منها، فهاخد معايا كيلو برده ينفعنا هناك. وهناك بقى بيقول لي السوق في وشك على طول، السوق في وش الشقه في وش العماره اللي احنا قاعدين فيه. يعني هتنزلي السوق وتشتري الخضار اللي انت عايزاه وكل حاجه. وان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اصور لكم كل بصوا التوضيبات اللي هاخدها معايا وهوضب لكم وهوريكم كل حاجه واحنا مسافرين ولغايه ما نروح هناك وهصور لكم هناك. بس لو عرفت ان انا اشحن كروت وانزل لكم الفيديوهات وانا هناك ماشي، ما عرفتش هصور الفيديوهات واخليها عندي واما اجي ابدا ارفع لكم الفيديوهات دي بقى. فلسه مش عارفه الدنيا ايه. تعالوا بقى نروح نشوف الطيور بتاعتنا والفراخ بتاعتنا ونعمل بقى الاكل بتاعنا. هنعمل شويه بطاطس وشويه مكرونه وحتتين مخلل ونفطر بيهم وفضل وعدل من عند ربنا. محدش يجي يقول لي يا ام زياد هو انت هتفطري مكرونه وبطاطس امال هتتغدى ايه؟ نتغدى الموجود فضل وعدل من عند ربنا. ايه يعني يا جماعه؟ والله انا ممكن اقوم اعمل حبه كشري، ممكن اقوم اعمل حبه رز وجنبهم سلطه، اي حاجه نفطر بيها. ما عنديش عيش اسيب العيال جعانين هنتصرف وناكل اي حاجه. يلا بقى نشوف الطيور بتاعتنا ونعمل بقى شويه مكرونه وقضوا بقى معايا اليوم النهارده. ربنا يصلح حالكم وان شاء الله نوضب كل حاجه مع بعض بقى. خليكم معايا في اليومين الجايين وشجعوني كده وان شاء الله تبقى رحله سعيده باذن الله. ويلا بقى حبايب قلبي صلوا على النبي بقى حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع رسول الله. واذكروا الله الا بذكر الله اطمئن القلوب. عايزاكم بقى تشجعوني في الفيديوهات الجايه كده عشان افضل استمر معاكم بقى في نزول فيديوهات كده حبايب قلبي. ربنا ما يحرمني منكم يا رب. ربنا يشفي مرضاكم ويصلح حالكم ويبارك لكم في رزقكم وفي عيالكم ويوسع رزقكم يا رب. وسع عليكم ولا تنحوجوا ولا تنزلوا ابدا. ربنا يشفي مرضاكم يا رب يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. شجعوني بقى حبايب قلبي باللايكات بتاعتكم والتعليقات الجميله، لان التعليقات وكلامكم الجميل والله هو اللي بيشجعني وبيديني الدفعه. تعالوا بقى اما اقول لكم على المفاجاه الحلوه. تعالوا اما اقول لكم على مشروع اللي باذن الله هيكسبني ذهب. عايزه اقول لك ان اي مشروع بتعمليه في البيت وانت قاعده في بيتك، لا بتخرجي ولا بتطلعي ولا بتروحي هنا ولا هنا، انت الكسبانه. ان انت بتجيبي فلوس وانت قاعده في بيتك، بتراعي عيالك، بتراعي جوزك، بتشوفي شغل بيتك، بتشوفي طلباتك، بتتفرجي على التلفزيون، بتعملي اللي انت عايزه تعمليه وبتعملي اكلك وشربك كمان. لكن بصراحه يا جماعه الله يكون في عون الموظفين او الناس اللي بتشتغل بره، لانها زي ما بتشتغل بره وبتجيب فلوس على قد ما هي برضو بتأثر في حاجات كتير. بتأثر في بيتها وتربية عيالها ومذاكرتهم ومراعيتها لجوزها وبيتها وعشان بقى تعمل ده كله فبتضطر ان هي يوم الاجازة بدل ما تاخد اجازة وراحة لجسمها، لا هي بتهلك نفسها في شغل البيت وتعمل اكل وتعمل شرب، او تضطر كل يوم انها تعمل اكل ناشف او تشتري اكل من بره عشان خاطر هي مش فاضية او ما عندهاش وقت انها تعمل اكل. لكن بصراحة لما تعملي مشروع من بيتك والله حتى لو المشروع ده هيدخلك مكسب قليل في الشهر، انت الكسبانة. اسمك ان انت دخلتي فلوس وانت قاعدة في بيتك بتذاكري لولادك بتراعي بيتك. انتوا فاهمين قصدي؟ لان انتوا عارفين يا جماعة البيت مهما كان محتاج للست.
البيت مهما كان محتاج للست. يعني انا جوزي قاعد هناك بيقول لي والله العظيم احنا حالنا هنا يصعب على الكافر. الشقه عندي متبهدله، كل حاجه متبهدله ومتوسخه. بيقول لي انت لما تيجي هتتصدمي، بس ما تقعديش تعيبي، وعارف ان انا بقرف من المكان العفش وكده. قال لي ما تقعديش تعيبي، دي حاله عزاب بقى قاعدين، ما معناش حد ينظف يعمل وكده. قلت له يا عم سيب المسؤوليه دي عليا، ان شاء الله لما اجي هنضف البيت والشقه وخليك زي الفل. يا صراحه الشقه جميله، بعت لي الصوره بتاعتها على التليفون، جميل، بس هي مش بتاعتنا. المهم هو مأجرها يعني. المهم ايه، قال لي بس جميله والله هتعجبك، وريحها حلو وكده وفيها بلكونات وحلوه هتعجبك، يعني بلكونه كده على الشارع وحلو. وبيقول لي السوق في وشك على طول. بيقول انت بتقفي في الشباك او بتقفي في البلكونه تقريبا، فانت بتشوفي السوق قدامك، السوق الناحيه التانية بتشوفيه يعني من البلكونه. قلت له مش مشكله، اهم حاجه ان السوق قريب يعني عشان انزل اجيب اي حاجات وكده. قال لي لا باذن الله هترتاحي ان شاء الله. قلت له خلاص ماشي. المهم بقى هنا تعالوا بقى اما اكلمكم على المشروع بتاعي الجميل اللي ان شاء الله هيكسبني ذهب وهيخليني مش محوجه لاي حد ولا محتاجه لاي حد. كفايه ان ابقى ماليه، اما ابقى مربيه شويه طيور كده وماليه الفريزر بتاعي، كفايه ان انا كل يوم اعمل لاولادي الحلو كله، اعمل لهم المحمر والمشمر، عايزه اعمل جناح، عايزه اعمل كنتاكي، عايزه اعمل برجر، عايزه اعمل بانيه، عايزه اعمل ستريبس وراك، اعمل اي حاجه، مش هروح اشتري من بره. بصوا يا جماعه، انا ساعات بيجي عليا وقت ان انا بصحى من النوم متاخر، بكون سهرانه بالليل، مثلا اروح مثلا مشوار ولا حاجه واتاخر فيه، فالحاجات دي كلها ببقى ناعيه، هم هناكل ايه، هنشتري ايه، هنشرب ايه، هنعمل ايه. لا، الحاجه عندك في الفريزر هي اللي بتنفعك في الوقت ده، ماشي، هي اللي بتنفعك. لو صحيتي من النوم متاخر هتطلعي اي حاجه من الفريزر وهتعملي الاكل وهتاكلي عيالي. رحت مشوار مع صاحبتك ولا هنا ولا هنا، ولا رحت بصيت على امي وقعدت عندها شويه، جايه اللي هو مستعجله هعمل ايه، لا هطلع حاجه من الفريزر وهعمل وهسعب نفسي. طب يا ام زياد، الطيور حبيبتي بتاكل وبرضه عايزه مسؤوليه وعايزه ميزانيه. انا بعمل ايه بقى، انا عندي شويه طيور وخلاص بقى مزنوقه من حكايه الاكل والشرب، لان طبعا الطيور بتاكل، مش هقول لكم ما بتاكلش. فبعمل ايه، بقوم جايه واخده حاجه من اللي انا مربياهم، بيعاها، متصرفه فيها، متسوقه، جايبه لهم اكل. يعني ممكن اكلهم منهم فيهم، ممكن اخد بطه، ممكن اخد فرخه، ممكن اخد اي حاجه ابيعها ومنها اجيب لهم اكل. فاهمين قصدي؟ فانا هي ماشيه كده وبصرف نفسي كده، معايا فلوس من مصروفي بجيب، ما معيش والدنيا مزنقه اجي واخده حاجه منهم وبيعاها ومصرفه نفسي. واديني قلت لكم على الحاجات اللي يعني ممكن تكون حاجات، يعني هي مش هسميها اسرار عليكم ولا حاجه، بس انا بقول لكم انا ماشيه ازاي وبعمل ايه. ماشي، عشان في واحده حبيبتي برضو سالتني يا مزن انت بتاكلي الطيور ازاي، ده عايزه ميزانيه وعايزه. بص يا حبيبه قلبي، انت ممكن يكون عندك شويه طيور او شويه فراخ، ممكن تاخدي منهم تبيعي وتصرفي نفسك وتاكلي بقيه الطيور. فاهمه قصدي؟ فانت عشان تمشي نفسك وتمشي الدنيا، ومنهم برضو هتلاقي اكل تكليف البيت، هتلاقي بطه تذبحيها، هتلاقي بطه تبيعيها وتسوقي لو انت مزنوقه، هتلاقي حاجه تعمليها لو ضيف جالك على سهوه، هتلاقي اكل تعمليه في البيت، هتلاقي تلاجتك مليانه. بصراحه الطيور في البيت نعمه. انتوا عارفين انا لو ما عنديش فراخ وما عنديش طيور بحس ان البيت فاضي، حتى لو عندي خزين بحس ان البيت فاضي والبيت ما فيهوش اكل والبيت بصوا، لا بحس ان الدنيا فاضيه والله. الطيور بتعمل حس، الطيور خير يا جماعه، الطيور خير. تعالوا بقى الفراخ بتاعتنا الجميله بعد ما خدت دور عيا، مش عايزه اقول لكم. بصوا يا جماعه، جعانين، احلى حاجه عشان تطلعي بفراخ حلوه وباحجام حلوه، خلي الفراخ بتاعتك تجوع. بصوا انا نضفت لهم بالليل، جربت لهم ونضفت لهم بالليل. المهم ايه دلوقتي بقى، فرشلهم فرشه نظيفه، خلي برضو تحتهم نظيف، ما تخليش عندهم ريحه وحشه. الفراخ بتاعتك عشان تطلعي منها باوزان حلوه، اهم حاجه ما تاخدش لطش برد منك، ماشي. واهم حاجه تجوعيها، جوعي الفراخ واكلي، جوعي واكلي. وما تيجي تاكلي بقى تحط لهم اكل كويس قدامهم. يعني انا اكلتهم وفضلت واقفه قدامهم شويه، لقيت خلصوا الاكل وجعانين لسه، رحت مفضيه لهم بقيه الكيس تاني بتاع العليقه. فالطير ده احنا هنتحاسب عليه، ما تسيبوهوش جعان، ما تسيبوش عطشان، اكليه، ما تجيبيش الطير وتضحكي عليه، عشان برضو لو حابه ان انت تبيعي منهم ربنا يكرمك فيهم. عايزه اقول لكم ان في واحده كلمتني قالت لي يا ام زيد انا عايزه اخد شويه الفراخ بتوعك دمت على بعضهم لو انت عايزه تبيعهم. قلت لها لا يا حبيبتي، انا لو هبيع مش هبيعهم كلهم، انا اخلي حاجه لبيتي ناكل، امال ربي واتعب وما الاقيش حاجه للبيت؟ لا طبعا، اعين حبه منهم في الفريزر، الاقي حاجه ناكلها، الاقي اطبخ للعيال، اعمل اخد منهم وانا مسافره. قالت لي خلاص لو في حاجه انت ناويه تبيعيها انا اولى بيهم، هاخدهم على بعضهم.
قلت لها صراحه انا مش هفتح فيهم دلوقتي الا لما يكونوا خلاص ان هم هيتذبحوا، يعني انا فهم دلوقتي فاضل لهم ايه. قلت لها انت بتذبحي الفراخ على عمر قد ايه؟ قالت لي عادي ممكن 40 يوم 45 يوم 35 يوم على حسب ايه وزن الفرخه كده. قلت لها خلاص بصوا يا جماعه انتوا هتلاقوا عندي هنا فراخ حجمها قليل شويه، بس الفراخ مش متنقيه كلها، الفراخ مش متنقيه، يعني اللي حاططهم لي حاطط لي في قلبهم سرده، ماشي حاطط لي في قلبهم سرده مش بيكبر قوي. بس على فكره الفراخ دي برضه هتكبر، بس عايزه تتحط لوحدها في مكان. الفراخ اللي هي الصغيره اللي انتوا شايفينها دي هتلاقوا في كام فرخ كده حجمهم صغير، دول عايزين يتحطوا في مكان لوحدهم ياكلوا لوحدهم، بس انا للاسف ما عنديش مكان تاني. انا عندي فوق الخزانه فيها البط الصغير، بط صغير بلدي كده كان طالع، يعني كان عندي بطه مطلعاهم بس ما وريتهملكش، ولا كنت عايز اصورهم ما صورتهمش. البطه ما شاء الله مطلعه بط صغير فحطهم بعيالها في ايه في الخزان، والبط الكبير بقى على السطح في العشه الكبيره مع الفراخ مع الرومي، وهنا الخزانه اللي تحت دي هي اللي قدامي. فانا كان نفسي افصل الفراخ عن الفراخ الصغيره عن الفراخ الكبيره عشان ياخدوا حقهم ويكبروا، بس ما عنديش مكان للاسف. انتوا شايفين البطه دي؟ شايفين البطه دي؟ والله العظيم زياد ابني لقاها في الشارع، لقاها كانت صغننه، كانت لسه كتكوت صغير، لو تلاحظوا هي في وسط الفراخ من بدري، كانت لسه كتكوت صغنن. زياد ابني لقاها في الشارع فجه راح وداها لامي، قال لها يما، قال لها يا تيتا خد البطه دي انا لقاها وكده. قالت له لا يلا ارميها هتكون عيانه وتعيري الفراخ وكده. قال لها طب انا هديها لماما، فجابها لي وحطيتها في وسط الفراخ وقلت خلاها على الله. ما شاء الله كبرت، اللهم صل على النبي، زي ما انتم شايفين بتاكل بتاكل وكبرت زي ما انتم شايفين كده. فجت امي شافتها عندي قالت لي لا الفرخه كانت زي الجبانه انا عايزاها، البطه كانت زي الجبانه انا عايزاها. قلت لها بعينك يما مش هتطوليها، انت مش قلتي مش عايزاها؟ قلت له روحي ارميها لا بطل قرف مش عايزاها. اما شافتها عندي اتهبلت بقى، قالت لي اللهم صل على النبي ده جميله وكبرت وحلوه اهي. قلت لها خلاص اما تكبر بقى نتعزم عليها كلنا وناكل منها كلنا ان شاء الله. فالمهم ايه، فالفراخ بتاعتي دي باذن الله لما خلاص تكون هتقرب تتذبح هذبح منهم، يعني انا قبل ما اسافر هذبح منهم ايه كام واحده اخدهم معايا، وهسيب الباقي يكبروا شويه على ما اروح واجي الاقيهم ايه ما شاء الله حجمهم بقى حلو كده تمام. هتصرف في اللي هصرف فيهم يا جماعه، يعني ابيع منهم كام واحده كده 10 15 20 على حسب بقى، ماشي، عشان برضه الم المصاريف اللي انا صرفتها عليهم لان هم كلوا وصرفوا كتير ما شاء الله بألف هنا وشفا. فانا بقى ايه احاول ان انا ابيع منهم، وبالفلوس اللي انا مثلا هبيعها منهم هجيب شويه بط رمضان منهم، من الفلوس دي هجيب شويه بط رمضان وشويه فراخ بلدي. يعني انا عايزه اجيب مثلا بتاع 10 15 فرخ بلدي واجيب بتاع 10 15 بط رمضان، ماشي، البط اللي هو بقى الجعجاع او الفرنساوي اي حاجه يعني اجيبه ايه لرمضان باذن الله. بس عايزه ايه مش عايزه اجيبها لما اروح واجي، لان لو جبتهم من دلوقتي حماتي مش هتعرف تولد طيره وهي لسه صغيره. انا ماشيه سايبه لها الطيور دي كبيره يعني عادي، لكن الطيور لما هي تكون صغيره عايزه بقى دفع، عايزه تهتمي وتراعيهم ومش عارفه ايه، فمش عارفه اجيب قبل ما اسافر. فانا هروح واجي، واما اجي ان شاء الله باذن الله تعالى هروح جايبه بقى بيعه زي ما بقول لكم من الفراخ بتاعتي، وجايبه بقى شويه فراخ وشويه بط عشان رمضان باذن الله تعالى. فانت كده اللي انت صرفتيه بتلاقيه ماشي. عشان في واحده بتقول لي يا ام زيد انت يا حبيبتي انت بتصرفي على الطيور منين؟ ده بتصرف وبتاكل وكده. انا عارفه ان هي بتصرف وبتاكل يا حبيبه قلبي، بس انا زي ما بقول لك كده لازم امشي نفسي منهم. هبيع منهم اروح جايبه مثلا شويه ايه طيور، بدل ما ادفع من مصروف البيت لا اجيب منهم هم من نفس الطيور هي، فاهمه قصدي؟ فانت ماشيها كده. فربنا يعيننا ويقوينا كلنا كستات بيوت، بنحاول نصرف نفسنا، بنحاول نعمل اي حاجه ونمشي الدنيا. فانت لو تحاولي تعملي اي حاجه وانت قاعده في البيت اعملي، لو حابه تجيبي شويه طيور زي كده هاتي وربي واعملي، هتلاقي حاجه تاكليها، هتلاقي حاجه تبيعيها، هتلاقي تصرفي نفسك. وده الفيديو بتاعنا النهارده بقى، اتمنى ان هو يعجبكم، وحطوا اللايك وشجعوني كده حبايب قلبي، لان الفتره دي الفيديوهات واقعه كده ومش عارفه الفيديوهات ما بقتش تعجبكم ولا ايه، واقعه كده واللايكات قليله. فاتمنى بقى انتوا تشجعوني، ربنا يصلح حالكم يا رب. وهنا بقى خلصت الروتين بتاعي، عملت شويه مكرونه كده زي العسل فطرنا بيهم، ماشي، غسلت المواعين، طلعت للطيور بتاعتي، بصيت على الفراخ بتاعتي. هي دي المهمات بتاعتي اليوميه يا جماعه، انا شاركتكم اليوم بتاعي. ببص على الطيور، بفضل قاعده جنبهم شويه، ابص على الفراخ، افضل واقفه جنبهم اشوف هما بياكلوا حاجه ما بتاكلش، اشوف الحمام بتاعهم شكله ايه، طب واحد هاسس تعبان، واحد ما بيقربش على الاكل، طب اشوفهم بياكلوا كلهم. لازم تفضلي واقفه مراعيه الفراخ وتشوفي لو مثلا حمامهم مش مظبوط تجيبي لهم دواء. يعني عايزه اقول لكم ان الفراخ دي تعبت مني في الاول في اول الدوره بصراحه، فابتديت ان انا اجيب لهم دواء واعمل لهم حاجات طبيعيه من البيت لحد ما ايه ما الحمد لله ربنا بارك لي فيهم لغايه دلوقتي يعني ما شاء الله. فبقى دخلت اغسل المواعين بعد ما اكلنا،
وغسلت المواعين وغسلت البوتاجاز، وزي ما انتم شايفين ده الروتين بتاعنا النهارده. يا رب يكون روتين محفز بالنسبه لكم، يا رب انا اكون كده ضيفه خفيفه على قلبكم، يا رب تكونوا بتحبوني زي ما بحبكم. بشكر كل حبايبي واخواتي اللي بيدعوا لي، بشكر حبايبي واخواتي اللي بيدخلوا على الواتس وبيكتبوا لي وبيطمنوا عليا، والناس اللي قالت لي مالك يا ام زياد انت كنت زعلانه في الفيديو امبارح، صوتك كان زعلان كده، كتبوا لي على الواتس برضو ودخلوا لي. ويعني بصراحه كل لما يحسوا ان انا في حاجه يجوا على الواتس بسرعه ويكلموني انت مالك بصراحه الدنيا بتحلو بيكم والله، والله الدنيا بتحلو بيكم، فانا مش عايزه اشغل حد بحاجه. فالحمد لله، الحمد لله تعالى على كل حاجه يجيبها ربنا، الحمد لله على اي حاجه. فانا مش عايزه اشغل حد، مش عايزه ادي الناس طاقه سلبيه، لان كفايه اللي الناس بتمر بيه وكفايه اللي الناس فيه كل يوم من اسعار وغلا وبيت وظروف وحكايات وعيال وده وده وده. فالحمد لله يا جماعه، قولوا يا رب في كل حاجه، في اي حاجه تحصل لكم قولوا يا رب والله العظيم. وانت فعلا بعد الكرب بتلاقي فرج كبير وجبر كتير، يعني تلاقي ربنا جبر بخاطرك وصلح حالك. لو انت اتحطيتي في موقف او في زنقه او في حاجه صعبه عليكي وحاسه انها شديده عليكي قوي، قولي يا رب بس وافتكري ربنا على طول، هتلاقي ربنا بيطلعك من المأزق او من المشكله ديت، بيدخلك في جبر كبير انت ما كنتش قده وما تحلميش بيه. فما تزعليش ابدا من اي حاجه بيجيبها لك ربنا، قولي الحمد لله، اللي ربنا بيقدمه لنا كله خير يا جماعه، حتى لو الحاجه دي انت شايفاها انها شر ليكي، بس هي ربنا جايب لك بعدها جبر. ما تقلقيش خالص، ربنا بيحطك في اختبار بيشوفك قد ولا لا. ما تزعليش من حكمه ربنا، ما تزعليش ان ربنا حطك في الخانه ان انت تكوني ست على قد حالك، حطك بالظروف دي، حطك ان دي تكون ميزانيتك ودي ظروفك. اوعي تزعلي من حاجه ربنا حطك في، ربنا حاططنا في الدنيا دي اختبار، يشوف مين فينا قد الاختبار، يشوفنا مش قد المسؤوليه، يشوفنا ما عندناش ايمان، يشوفنا ما بنقولش يا رب وقت ما نكون متضايقين. فربنا يا جماعه بيحطنا في اختبار، فحاولي ان انت تكوني قد الاختبار ده، حاولي من جواك ان انت تكوني قد الاختبار ده، يكون عندك صبر وايمان بالله. واشوفكم على خير في فيديو جديد يا احلى اخوات، مع الف سلامه.